فما تستنوش بقى نتائج مرضية لو انتوا شايفين ان الكلام ده ملوش اي لازمة، فاوكي خليكوا على نفس الطريقة اللي انتوا متبعينها، بس ما تستنوش نتائج مرضية. قولا واحدا، الضرب مش اسلوب تربية. اي حد مش مقتنع بالكلام ده فهو بيريح دماغه، بيعمل اسهل حاجة بالنسبة له اللي هو هيدفع تمنها بعدين، لان كده كده اي تصرف انت بتصرفه بتدفع تمنه. الدين والعلم ما بيقولوش ان الضرب وسيله للتربيه ولا للتاديب ولا للنجاح ولا لاي حاجه خالص خالص خالص. النبي عليه الصلاه والسلام ما ضربش حد ابدا ونهى عن الضرب، والموضع الوحيد اللي جه فيه سيره الضرب هو كان عن الصلاه، وقال امروهم ل7 واضربوهم ل10. ما بين 7 و10 في 3 سنين نعلم فيهم ونوجه فيهم ونكافئ فيهم ونؤمر فيهم بالمعروف وكل الكلام ده. اسأل نفسك كده، انت بتضرب اولادك ليه؟ علشان خاطر تربيهم؟ طب هم اتربوا بالضرب؟ هي دي الطريقة اللي انت تعرفها، هي دي الطريقة السهلة اللي انت تعرفها، لكن في طرق تانية ما بتأذيش وبتؤدي لنفس النتيجة، بس محتاجة منك مجهود ومحتاجة منك صبر ومحتاجة منك إرشاد ومحتاجة منك كل الكلام ده. فاحنا بنختار الطريقة السهلة وبنقول كلنا اتربينا كده وبقينا زي الفل. بكرة لما يكبر هيعرف ان هو احنا كنا بنضربه عشان مصلحته، ما بيعرفش ان هو اتضرب علشان مصلحته، للأسف ما بيعرفش. مفيش حد اتربى بالضرب وبيقول انا زي الفل وهو زي الفل فعلا. كل ما بيقعد مع نفسه بيفتكر موقف معين او بيشوف موقف معين بيفتكر ان هو اتضرب في موقف زي ده، ما هو كان ممكن يصبروا عليه شويه، كانوا ممكن يعاقبوه باي شكل تاني. مفيش حد زي الفل، مفيش حد زي الفل. فتعالوا بقى للعلم. الطفل اللي بيعنف وبيتضرب وبيبقى دايما في موضع انتقاد وبيبقى دايما في موضع في حاجة فوق دماغه عمالة بتراقبه وعمالة زي العصاية كده فوق دماغه، عشان لو غلط تروح معاقباه وضرباه ومعذباه. عندك بقى تشتت انتباه، خد عندك بقى كذب، خد عندك بقى ضعف شخصية أو عنف، يطلع بقى ملطشة للكبير والصغير، أو شخص يعني متسلط وصليط اللسان وأسلوبه قذر. الضرب نتائجه كارثية كارثية. فهو دايما جهازه العصبي في حالة تأهب، في حالة خطر، هو مستني الخطر. فما فيش بقى يعني تفوق دراسي، ما فيش تفكير في اي حاجة غير ان انا ازاي اتفادى الخطر، ازاي ما اعملش حاجة تغضبهم. ما فيش ابداع، ما فيش انا بقى اتصرف تصرف، ما فيش دماغه مش بينمو، لان هو طول الوقت جهازه العصبي في حالة تأهب وفي حالة دفاع. فربوهم بالرحمة يا جماعة. محدش قال ان احنا ما نربيش الاطفال، خلينا نربيهم فعلا صح، مش نضربهم وندمر نفسياتهم وندمر ثقتهم بنفسهم وندمر مستقبلهم ونقول احنا بنربيهم. حطوا عواقب على الافعال الوحشة، وحطوا محفزات للافعال الحلوة، وحطوا مكافآت للافعال الحلوة. انصحوا مرة واثنين وثلاثة واربعة وبعدين اتجهوا للعواقب. مش اسهل حاجة علينا اللي بتخلينا ما عليناش حمل ولا علينا مسؤولية ولا علينا عبء واحنا ما نعرفش عواقب الفعل ده ايه نروح عاملينه. والعقاب بيكون على قد الفعل، ما يبقاش مثلا فعل قد كده ونروح حاطين له عقاب قد كده. ما تضيعوش نفسيات اطفالكم علشان خاطر احنا عايزين نريح دماغنا. احنا ربنا ادانا امانة في ايدينا، فلازم ان احنا نحرص عليها، لان احنا هنتحاسب عليها. مين انا علشان ربنا يديني نفس خلقها في احسن تقويم وخلقها في احسن صورة وانا ادمرها واشوهها علشان خاطر انا ما عندي مش عايزة اتحمل مسؤولية ان انا افكر في طريقة مختلفة اربيها بيها، او ان انا افكر ازاي احميه او ازاي اعلمه بهدوء وبالراحة، وان انا ابذل مجهود في تربيته وتعليمه. ربوهم بالرحمة.